بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: شوقي في الليل لما خلي. بصراحة هذا شاعر له مذاق عجيب للغاية. أيرحل الشعراء؟ لا يرحلون، لأنهم يتركون أشعارا تنبض بالحياة، بل بمنتهى الحياة. وهو نفسه قال: أنتم الناس أيها الشعراء. الفجر شأشأ وفاض، أنا أتعجب من شأشأ. شوقي الذي كتب ونظم: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. الفجر شأشأ، يا عيني على شأشأ دي، مع أن الشين حرف ثقيل، لكنه هنا تشعر فعلا بأن هذا الفجر يترك أبواب الجمال ليقول: لقد أتيت فاستيقظوا، إن يوما جديدا قد ولد. يا عيني على شأشأ. الفجر شأشأ وفاض، هذا الكلام العجيب. شأشأ وفاض على سواد الخميلة. ما هذا الجمال؟ كيف يأتي بهذه المعاني الجميلة؟ لمح كلمح البياض من العيون الكحيلة. يا عيني. طبعا شوقي يكتب هذا الكلام وقد رحل عام 32، عندما كانت الطبيعة لا تزال بكرة، والجمال بكرا جميلا ساحرا، فهو يرسم بالكلمات. والليل سرح في الرياض، سرح بشكل تشعر أن الشاعر مسحور، فيكتب بلغة عجيبة: أتهم بغرة جميلة. والليل سرح في الرياض، أتهم بغرة جميلة. ما شاء الله، كأنه الحصان الذي في مقدمته علامة جميلة. هنا نواح على الغصون، وهناك بكى في المضاجع. ليه تشتهي النوم عيون، وعيون سوالي هواجع، وروح غرق في الشجون، وروح ما شافش المواجع. تشعر بنوع من الحزن الخفي العجيب، وأن هذا الفجر يدعو إلى الأمل، لكن هناك أشياء فيها غموض وحزن وأشياء عجيبة، وكأنه يتحدث عن لغة العيون. وفاروق شوشة هذا الرائع يقول: الكلام كله يخلو من لفظة سوقية أو عامية مبتذلة أو تعبير خارج، والخيال الشعري في أعلى درجاته، قدرة على التصوير والتحليق بشكل عجيب للغاية. ففعلا الفجر شأشأ وفاض، أنا أتعجب من شأشأ ثم فاض، أي أنه نشر ضياءه بشكل كبير على سواد الخميلة. لمح كلمح البياض من العيون الكحيلة. العيون لها سحر خاص، وهو نفسه في يا جارة الوادي يقول: وتوقفت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. وفي العامية المصرية العين تحتل مكانة كبيرة. عيني عليك بردة، عين الحسود في عود، العين صابتني ورب العرش نجاني. عيني يا عيني يا عيني. فكلمة عيني هذه بمعنى رائع جدا وتعاطف بشكل غير عادي. ففعلا أنت تتعجب من ما في هذه الأغنية من غموض وسحر وتساؤلات عجيبة. عشق الليل، وكأن هذا الفجر لم يتمكن من إزالة أسرار الليل. الليل سمير العشاق،
وألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. والريس متقال يقول يا ليل يا أبو الليالي ليلك مال ونهار. تعبير أبو الليالي تعبير رائع للغاية، يعني كأنه يقول مثلما قال الشعر بأنواع الهموم اللي يبتلي، يعني الهموم تكاثرت والليل سمير العشاق، والليل له سحر الخاص. وفي العامية المصرية يشعر المصريون أن هناك السحر في الليل، وهناك الحذر من الاتفاق بالليل. فعندما يتفق البعض على أمر ما في الليل في الصباح يؤكدونه لاعتقادهم كلام الليل مدهون بزبدة. ما هذا الكلام؟ فالليل طبعا ناجي يقول والليل صديق، هذا زمان، لكن الآن صار الليل حريقا بالفضائيات فجعلنا النهار ليلا والليل صار نهارا والدنيا انقلبت، وطبعا الهرمونات اضطربت. وبعد هذا نسأل لماذا لم تعد صحة الناس كما كانت من قبل. فأنت تتعجب من هذه الأغنية التي فيها الغموض. والليل لما خلي هي سجى الليل، فتشعر بعمق وتشعر أن وراء الأغنية أسرار مكتومة ولا يفصى عنها، وكأن الفجر شأش وفاض. المفروض أن بعد هذا الأمور تسير، فإذا بغموض ما في داخل هذه الكلمات، وأن هناك من هو سعيد ومن هو ليس كذلك. فمن التعبيرات الجميلة العجيبة شأشأ. وطبعا محمد عبد الوهاب تأثر بشوقي هذا لأنه ابنه الفني والأدبي. فذات مرة أتى أحد المطربين الشبان لعبد الوهاب كي يعرف رأيه في صوته، فرفع عقيرته بلغة المنفلوطي وغنى، فقال له عبد الوهاب وشوشني ونعيش. يا عيني على الكلام. إذن الرجل الموسيقى في كلامه، وهو موسيقار الكلمات، فتشعر أنه لديه القدرة على اختيار الكلمات المتناغمة. فأنت ما بين الفجر شأشأ، هذا تعبير عجيب، وما بين ما قاله من قبل هيلة هب هيلة. هل هذا الشاعر كان ربيب القصور فعلا؟ إنه ربيب مصر وطين مصر ونيل مصر. فتشعر في أغنياته بمصرية صافية خالصة عجيبة، وكأن سنوات النفي في الأندلس جعلته أكثر عشقا لهذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا.